اني لما ايدت ترامب وايدت اسرائيل انه يضرب ايران، كنت هدفي كله واللي انا بتمناه واللي انا عاوزه واللي انا شايفه انه يزيل الخطر عن العالم، الخطر الايراني عن العالم، ويشيل الحكم الديني من هناك، ويبتدوا الناس يعيشوا ناس مسالمين زيهم زي اي دولة تانية، في سلام، وما يمثلوش خطر على الدول العربية. على فكرة بما فيهم مصر. المشكلة ان مصر معتقدين الناس انهم بعيد عن الموضوع ده، ومش عارف معتقدين انهم بعيد ازاي وهم شايفين ان اساسا ما انضربش عليك ولا صاروخ، ومع ذلك القناة السويس بتاعتك بقت ترعى زي ما كان انور وجدي ده، ولا اسمه ايه، وجدي غنيم ده، اسمه وجدي غنيم، بيقول بقت ترعى، لا حد رايح ولا حد جاي. عشان ايه؟ عشان شوية مختلين تانيين عاقلين قاعدين في اليمن بيقفلوها عليك. خلاص انتهينا. فالهدف انه كان يغير النظام، لكن عشان يروح يعمل اتفاق زي الاتفاق اللي كان موجود سنة 2018 واللي هو لغاه، ولما لغاه ادى الفرصة لإيران انها تبني وتعمل اللي هي عملته دلوقتي واللي بيحاربها دلوقتي عشانه، يبقى يعمل واحد تاني زيه ليه؟ ما فرقش عنه حاجة. الشيء التاني، لما اليابان انضربت بالقنبلة الذرية، طبعا امريكا خلتهم مضوا على بتاع الاستسلام، اوكي استسلام، وامريكا تعهدت بحمايته، وبالتالي ما بقاش عند البلد اي نفقات عسكرية. خلي بالكم في الفيديو ده انا هقعد الف وادور هتوهكم معايا، بس معلش بقى، انا عايز اقول كله في فيديو واحد، لان انا مش غاوي فيديوهات كتير ولا بتاع كتير، مش شغلتي اساسا، انا بقول عشان ارضي ضميري وخلاص، مش اكتر من كده. لما شال النفقات العسكرية، اليابان بقت هي اليابان اللي احنا عارفينها دلوقتي. نفس الحكاية بتاعت ألمانيا. ألمانيا بقت ألمانيا بسبب إنهم آه، آه، استسلموا في الحرب العالمية. بعد ما كانت البلد انهدت تماما، بقت ألمانيا دلوقتي اللي انتوا عارفينها. ليه؟ لأن النفقات العسكرية ده عبء كبير قوي، عبء كبير قوي قوي. وبالمناسبة نخش بقى على الحاج السيسي بقى. الحاج السيسي عمل دولة قوية ومحدش يقدر يقرب لها ومش عارف ايه. طب انت عملت دولة قوية، تعمل بقى ايه؟ النفقات دي كلها لو توجهت بيها الى البنى او الى سداد الديون او ما اتدينتش عشانها، انا مش عارف تجيبها منين اساسا. يعني ناس كتير قوي يقول لك الميزانية الجيش واللي موضوع كده شائك وصعب وحاجة كده يعني ايه، فيا نحلة لا تلدعيني ولا انا عايز عسل منك. الحكاية كلها عندك موارد، يا ريتك استغليت الموارد ديت في حاجة سلمية في البنى، لسبب بسيط جدا. انت بقيت اقوى دولة في الشرق الاوسط، ماشي يا سيدي، على راسي من فوق، وبعدين هتعمل بيها ايه؟ هتحارب بيها مين؟ هتحارب بيها ليبيا؟ ليبيا مش محتاج شوية صعايدة من عندنا يضربوه. السودان صعايدة من البلد التانيين يضربوهم كلهم برضه. فاضل لك مين تحاربه يا سيسي؟ اسرائيل؟ انسى، انسى. وانت شايف قدامك اهو، والمفروض تنسى. يبقى عمال توجع دماغك ليه؟ لازمته ايه حكاية النفقات العسكرية دي كلها؟ هي انت مش اكتر منك راجل خلفيتك عسكرية وبتؤمن بمبدأ القوة مش عارف ايه وبتاع، ابقى مش لاقي اكل ومعايا بس انا قوي يعني الكلام ده آه يعني قد يكون صح، بس انا اللي شايفه ان انا لو بنيت والناس عاشت عيشة احسن كان بقى افضل.
نرجع بقى تاني للموضوع بتاع ايران. احنا هنوصل لايه بقى دلوقتي؟ لان لو حصل واحده من اتنين، يا ايران في الغالب يعني هتمضي وهيمشوا معاها تمام. اول حاجه، هو انت ليه بتعمل اتفاقات سياسيه؟ بتعمل اتفاقات ليه؟ عشان ايه؟ لا، طب ما انت بتخرج منها اهو. يعني انا بعمل اتفاق سياسي وبمنتهى البساطه، تي 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 انا لغيت السياسه دي، لغيت الاتفاق ده، يبقى لازمته ايه الاتفاقات بقى؟ ما انت بتلغيها ببساطه. يو ديد، انت عملتها قبل كده وغيرك عملها قبل كده. يعني كلام فاضي ده موضوع الاتفاقات دي. ايران هتدخل معاك عشان ايه؟ عشان تاخد فلوسها. 20 مليار في الظروف الاقتصادية اللي فيها ايران دلوقتي ما هياش ايه، حاجة بسيطة. العجيبة اللي انا مش قادر افهمه ان ال 20 مليار اللي بتوع ايران دول، الناس طبعا في مصر معتقدين بقى انهم موجودين في فلوس في امريكا. تخيلوا انهم مش في امريكا، ولا علاقة لامريكا بيهم. ده هي في بنوك دول تانية وامريكا مجمداها. ما تسألنيش ليه وازاي. نفس الليه وازاي ده اللي بيخلي مصر عامله قانون الفاتيكا بتاع البتاع، انك انت لو راجل انت في امريكا ورايح تفتح حساب في البنك، مصر مجبره انها تبلغ امريكا ان هذا الكلب الارهابي فتح عندنا حساب في البنك، فخدوا منه ضرائب يا امريكا. واحد يقول لي ايه زي يا عم، هو احنا طول عمرنا بقول لك هي يعني ايه انت قوي؟ يعني ايه انت عمدة العالم؟ يعني تمشي كلامك على الضعيف. مش عاجبه الضعيف يبقى خلاص مع نفسه، ما ياخدش من عندنا حاجة، ما يسألناش في حاجة، ما نصلحلوش الأسلحة اللي بنديها له هدية، ما نعملوش. فبيخليك انت دايما ايه؟ تابع. ومش غلط، انا ما قلتش انه غلط. طبعا في طرق تانية كتيرة قوي ان الدولة توافق على حاجات وتعمل، وفيها تعمل، وفي حاجات تانية عكسها تعملها تساعد بيها الراجل اللي هي ظلمته في البتاع دي، تفتح له اوعية تانية، تاخد منه، تشتغل بالبيتكوين يا ناس. البيتكوين يا ناس، البيتكوين هموت عشان مصر تبتدي تتعامل بالبيتكوين. انا بتعجب. anyway، فاللي انا شايفه ان اتفاقية زي اتفاقية 2018، وبعدين الاتفاقية دي بين مين؟ بين امريكا وبين ايران. ماشي، هتتعمل. ايران هتاخد اسلحتها، هتاخد فلوسها، وهنبتدي نفتح شوية. ما زال بقى مين بقى اللي في البتاع؟ الفيديو ده يمكن تطول شوية. مين بقى اللي لسه عندنا اسرائيل ما هيش طرف في الموضوع. يعني تقدر تضرب ايران في اي وقت، هي ملهاش دعوة، هي ما هياش طرف. هي مضت على حاجة؟ هي اسرائيل مضت على حاجة؟ لا، كل حاجة زي ما هي بالنسبة لهم. نيجي للمساكين بقى اللي هيدنهم طول عمرهم بقى عايشين في رعب، اللي هم مين؟ الدول العربية. يبقى أصبح الدول العربية ما قدامهمش غير حل واحد لا ثاني له، اللي هو إيه؟ اللي هو يتعمل خطوط أنابيب عملاقة تحت الأرض. انك هتعمل خطوط انابيب فوق الارض، الطائرات المسيره هتدمرها لك في ثواني. واحد هيقول لي ده عمليه صعبه، وهقول له والله انا عارف انها صعبه، مكلفه جدا، والله عارف. بس هتعمل ايه؟ ما قدامكش حاجه، قدامكش حل. مع عمليه بالعقل برضو. يعني انت بتعمل، انا نعمل خطوط غاز وانابيب فوق الارض، كانوا العيال بتوع حماس بيطلعوا كل شويه يفجرهم لنا ونقعد نغني ظلموه ونصلع دي بقى في الحرب طيارات، بقت طيارات مسيره دلوقتي. يعني طياره ب 10 صاغ تخش تضرب بتاع، عمليه بقت صعبه قوي. عشان كده حكايه قوه الجيش والبتاع والكلام ده ما بقتش. ايران ما عندهاش ولا طياره تهاجم بيها. يعني الطيارات اللي عندها كلها جوه حاجات داخليه كده. ما هي عمرها هجمت بطياره.
الحوثيين بيضربوا طياره مسيره من هناك بتوصل اسرائيل. على فكره الحوثيين دول ممكن يضربوا الطياره دي توصل مصر في نو تايم يعني. فعشان كده كنا بنحاول النظام بتاعنا او الدوله بتحاول انها ايه، ما تستثيرش ايران يعني، لان احنا مش حامل ان كل شويه تجي لنا طياره مسيره من الحوثيين قريبين منهم بقى ويعملوا لنا سلوتهم، ويضربك شويه في السد العالي، شويه في اسوان، شويه في شرم الشيخ، شويه في بترول الخليج، وانت عندك البترول كله على البحر الاحمر. انا رحت هنا ليه، ولا ايه اللي حصل، ولا توهتكم معايا ليه، وايه اللي حصل؟ فلازم يضطروا للاسف الجمله اللي كان بيقولها السيسي، وكنت انا بعارضها قبل كده وبقول لا معاهم امريكا. اتضح ان امريكا يعني سياسه، امريكا يعني سياسه بتاعت امريكا. ويعني ايه سياسه عن انتخابات؟ الانتخابات دي يا جدعان الديمقراطيه ده شيء سيء جدا جدا جدا، ابعدوا عنه والله العظيم. انا لا اؤمن بالديمقراطيه على الاطلاق، ده كلام فاضي. ده بيخلي الواحد يضحي بمصالح البلد وبعد كله ده عشان الحزب بتاعه ينجح في الانتخابات اللي جايه، اللي هي تجديد نصفي لمجلسي الشعب والشورى. تجديد نصفي يعني بيخلي الواحد، الديمقراطيه دي حاجه وحشه كخه والله ثلاثه المفروض نبعد عنها. يعني ايه عننا ما اتكلمنا، بس ناكل حلو ونعيش. ديمقراطيه دي وظيفه ايه؟ ف ترامب تمخض وولد فار. فاذا تم الفار، لو ما تمتش بقى الاتفاقيه دي، قول على الدنيا السلام، قول على الدنيا السلام. وفعلا في الحالة ديت اتوقع ان ايران تبتدي تضرب بالحاجات القذرة اللي عندها، اللي موجودة عندها، واللي انا متأكد انها عاملة منها صواريخ اوريدي. وساعة ما هتيجي تضرب واكد لك انها مش هتخلي حتى مصر، حتى مصر. ليه؟ لانه بيضرب قايم بعملية انتحارية يخش بها الجنة. فعشان تبقى تخش الجنة تعمل ايه؟ لازم تموت الكفرة. هم مين الكفرة؟ هم الجماعة السنة اللي بيؤمنوا بأبو بكر وعائشة والعالم المتخلفين دول، لازم نموتهم عشان نخش الجنة. ومعانا حسين معانا، فهنكسب وهنبقى حلوين. هو كده فكر ديني يعني تخلف زي ما انتم شايفين. بدل ما يوفروا امكانيات البلد اللي عمالين يصرفوها في العسكر ويبنوها ويخلوها بتاع، ايران مواردها رهيبه رهيبه. تخيلوا انتوا لو موارد ايران ديت بتستخدم في النمو والحضاره، كان زمانها البلد بقت عامله ازاي؟ كان الدنيا كلها بتهاجر لها دلوقتي. انهم مضيعين الموارد كله في ايه؟ عشان يبنوا صواريخ، عشان يبنوا مش عارف، عشان يعملوا ايه بالصواريخ؟ يموتوا الكفره، مش عشان يعملوا حاجه. هم عشان يعملوا حاجة؟ هم كل همهم كلهم انهم يموتوا الكفرة. وبعدين هيجي الحاج الراجل اللي جاي لهم ده اللي انا نسيت اسمه ده، الراجل اللي هو هيرجع بعد مش عارف ايه ويحرر عالم، يوم الجيش بتاع ايران ده يبقى وراه ويروح يعمل الحاجات الحلوة دي. تخلف عقلي. دين يعني تخلف عقلي. الاديان كلها نوع من التخلف العقلي ايا كانت، كل الاديان تخلف عقلي. والدولة اللي تتبع دين لا امل فيها.